ازاي تحضري بنتك او تجهزيها ب 15 جنيه بس. انا مش بقول اي عنوان شيق وخلاص، كملي الفيديو للاخر مش هتخسري حاجه. بس يا ريت تشجيع منك صغير بلايك، تشتركي في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. قناة كرول الشكر قناة بتتكلم عن أدوات المطبخ وبعض التحديات، علشان كده اسمها أدوات وتحديات كرول الشكر. يا ريت قبل ما نبدأ تدعمونا بلايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. يلا. الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. انا هقدم لك يا ست الكل 3 حلول تقدري تجهزي بنتك من غير ما تحسي، بطريقه بسيطه وسهله وهترضي كل الاطراف ان شاء الله. وهنخش على الموضوع على طول. ايا كان السبب، 15 جنيه مش عايز منك غير 15 جنيه في اليوم. ومش معقول طبعا بنتك لو محتاجه 15 جنيه في اليوم فيتامين او اي حاجه لا قدر الله مش هتجيبي لها ب 15 جنيه. ده مبلغ بسيط خالص متهيألي اي فئه تقدر عليها. انت معاكي دلوقتي 15 جنيه في اليوم، في 30 ب 450 جنيه، 450 جنيه في الشهر. وعندك حلين: يا اما تتفقي مع تاجر انك كل شهر تجيبي له 450 وتفضلي تسحبي من جهاز بنت حضرتك بال 450 دي اللي هي اساسها 15 جنيه في اليوم. ده حل انك انت تقسطي 450 في الشهر، وده مبلغ كويس على فكره. يعني تقدر تقسطي من اي حد، حتى لو زود لك 20% فايده انت الكسبانه، لانه كل يوم الحاجه بتزيد النص مش 20%. حتى لو سحبتي بطقم مش عارف ايه اللي يريحك زي ما تتفقي. او ممكن كل اخر شهر تحطيهم مثلا في حساب باسم حضرتك او باسم البنت، على اساس كل ما تعجبك حاجه تروحي سحبه الفلوس وتدفعيها كاش لو انت مش حابه القسط. ده حل تاني في نفس النقطه الاولى. بس تعملي حسابك انه ال 15 جنيه اتصرفت. ويا ريت لو ما تبلغيش طبعا جوز حضرتك، تعملوها له مفاجاه كده بعد 5 6 سنين، تقولي له انا عملت كذا وكذا وكذا من مصروف البيت، من شغلي، من اي حاجه. دي 15 جنيه في اليوم متهيألي يعني مش كبيره. وطبعا بالنسبه للزنقه، فانت اول ما يبقوا 450 على طول يا على البنك يا على الشراء، ما تخليهم. تاني نقطة انك انت برضه في حل تاني لو انت مش حابة موضوع القسط والزيادة ال 20%، مع ان انا شايف انه 20% زيادة او 10% دي حلوة خالص، لانه كل يوم في زيادة. فال 10% او 20% مش حاجة. تاني نقطة ان انت ممكن تدخلي جمعية بال 450 وتقبضيها الاخر. 450 في 10 ب 4000 ونص، ممكن تجيبي منهم اخر ال 10 اشهر دول حاجتين ثلاثة في جهاز بنتك وتركنيهم. انا عارف ناس كتير ما تحبش موضوع القسط ده خالص، ولا تحب قرش عليها ما تعرفش تنام. ده الحل التاني. النقطة الثالثة، لو أنا واحدة ما عملتش الكلام اللي قلت عليه، وبنتي مثلا خلاص قربت تتجوز قدامها سنة والدنيا مزنوقة والدنيا، في حل حلو خالص. لو انت ما يعني حوشتيش غير حاجات بسيطة لجهاز بنت حضرتك، ممكن في حل من أي بنك، في قرض اسمه قرض الجواز. ده معمول في بنك مصر وكذا بنك، بس مش عارف اساميهم بالظبط. انا اعرف من بنك مصر من 2021 يعني السنه اللي فاتت معمول الموضوع ده بورق بسيط خالص. مش ضروري تروح المحاسب ياخد منك مبالغ على الفاضي. ممكن تبعتي اي حد يسال في البنك ايه الاوراق المطلوبه لقرض الجواز. اوراق بسيطه خالص تقدر تجهزيها يعني. وتهيألي المبلغ 50,000 تقدري تقسطيه من 6 شهور لحد 7 سنين. يعني تشوفي ايه اللي يناسب. لو 7 سنين متهيألي هيبقى قسط رمزي، بس اكيد هتلاقوا حاجه تناسبكم اللي انا قلته من الثلاث نقط اللي انا قلته. يعني مثلا اللي عايز يجهز اول خالص بعد ما البنت مثلا تكمل 3 4 سنين سنتين، بيقول لك انه في حاجات بتروح عليها دي ممكن تنسقيها بطريقه حلوه. انا بحسب شغلتي انه في الادوات المنزليه ممكن اعمل لكم حلقه لو انتوا طلبتوا مثلا اقول لك تشتري ايه لغايه ما اوصلك مثلا سن ال 18 للبنت، تكوني جبتي كل حاجه في الميعاد المناسب. يعني مثلا الادوات الكهربائيه ما ينفعش تيجي الاول عشان ضمانها. انا ممكن اعمل لكم حلقه كامله عن الموضوع دي من الالف للياء، تبدأ تجيبي ايه الاول وايه الاخر. وبس كده يعني. يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. سلام.